ايه هو السترولين ماليت وايه فوائده وايه اضراره وناخده بكميه قد ايه وناخده امتى، وهل فعلا يعتبر السترولين ماليت افضل مكمل لشخص رياضي؟ احلى مسا عليكم يا جماويه، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم كابتن محمد عواد. ايه هو السترولين ماليت؟ السترولين ده حمض اميني غير اساسي، يعني جسمك بيقدر ينتجه بصوره طبيعيه، نون اسينشال امينو اسيد. انا ما لقيتش عندي ولا علبه مكمل سترولين ماليت، فقلت اجيب لكم البديل، البطيخ. وانت فين يا العيش اللي انا بعتك تجيبه؟ انا لقيت الفرن زحمه، جبت لك جرجير او الدح زي ما بيقولوا في السعوديه. البطيخ فيه اكبر نسبه سترولين موجوده في الاكل. طيب هو السترولين ده بيشتغل ازاي في الجسم؟ السترولين لما انت بتاخده بيتحول في جسمك لحمض الارجينين. الارجينين انا كنت عامل عنه حلقه بالكامل، هسيبها لك في اللينك اللي فوق هنا. الارجينين بيتحول لحاجه اسمها النيتريك اوكسيد، اكسيد النيتريك. ده بيساعد جدا في توسيع الاوعيه الدمويه والشرايين وزياده ضخ الدم، فبالتالي زياده قدرتك وتحسين ادائك في الجيم. زياده ضخ دم اكبر، يعني دم متحمل باكسجين وغذاء رايح للعضلات اكتر. السترولين مهم جدا في الجسم عشان بيحافظ لك على النيتروجين الصحيح في الجسم. السترولين بيزيد انتاج الارجينين في الجسم اكتر من مكمل الارجينين نفسه، وهقول لك ليه في اخر الفيديو. نقطه تانية، السترولين بيخش في اليوريا سايكل او دوره اليوريا اللي هي بتخلصك من الامونيا السامه. الامونيا السامه بتتفرز في جسمنا لما احنا بنتمرن بشده عاليه. الامونيا السامه دي المسؤوله عن الاجهاد العضلي، فانت لما بتاخد السترولين جسمك بيتخلص من الامونيا السامه، فانت كده مش هتحس بالاجهاد العضلي بسرعه. السترولين بيزود عندك انتاج الجروث هرمون بصوره طبيعيه. انا كنت عامل برضو حلقه عن الجروث هرمون، هبقى اسيبها لك في اللينك فوق، خش اتفرج عليها عشان مهم قوي. السترولين برضو بيساعد في جميع العمليات الحيويه اللي بتحصل في العضلات. هو ما يعتبرش مكون اساسي في بناء العضلات، بس بيساعد في بناء العضلات بصوره غير مباشره. زي ما قلت لك برضو بيساعد على ابراز العروق والشرايين، فانت لما تستخدمه هتلاقي عندك في وسط التمرين العروق بارزه بشكل احسن. نيجي بعد كده للجرعه. خلي بالك انت عندك نوعين من المكملات اللي هي فيها سترولين، في سترولين عادي وسترولين ماليت. السترولين ماليت ده بيتضاف للسترولين مركب اسمه الماليت عشان بيحسن من فعاليه السترولين. طيب بالنسبه للسترولين لو هتاخده لوحده جرعته من 3 ل 6 جرام يوميا. لو هتاخد السترولين ماليت يبقى جرعته من 6 ل 8 جرام في اليوم. طيب نيجي بعد كده للفرق بينه وبين الارجينين. يعني لو انا قدامي الارجينين او السترولين ماليت اخد اني؟ من رايي خد السترولين ماليت. السترولين ماليت امتصاصه بيبقى احسن في الجسم، بيمد جسمك بالارجينين لاطول فتره ممكنه. افضل وقت لاستخدام السترولين ماليت وهو قبل التمرين. نيجي بعد كده لاخر حاجه وهي اضراره. الدراسات اللي اتعملت عليه كلها مفيش ولا دراسه اكدت ان ليه اضرار. طول ما انت شخص طبيعي وسليم ملوش اي اضرار. لو وصلت لجرعه 15 جرام في اليوم الابحاث اكدت ان هي ملهاش اي ضرر، بس في ابحاث تانية اكدت برضو ان ازيد من 10 جرام سترولين ماليت في اليوم ملهمش اي لازمه. كده اكون خلصت حلقه النهارده. يا رب الحلقه تكون فادتك باي معلومه. ما تنساش اللايك والشير والكومنت لو عندك اي سؤال، واشوفك الحلقه الجايه. سلام.